تفتكر حبك لنفسك وان انت يكون معاك الدنيا كلها، هل دي سهلة؟ ان انت تاخد كل اللي انت عايزه في الدنيا، هل ده سهل؟ هتقولي بس من اللي انا شفته قبل كده اتعلمت ان الناس بتنغز، الناس بتعض، الناس بتغز الناس بتدي علق، او الدنيا بتديني علق. الدنيا بس انا سامعه انت عرفت يا بطل بالفيديو اللي فات، عرفت يا وحش الكون ازاي تحل المعادله دي. بس برضو انا عايز تكه كمان، ازاي اخد اللي انا عايزه في الدنيا من غير ما اتعب من برايا، من غير ما اتعب من برايا. ازاي تاخد اللي انت عايزه في الدنيا من غير ما تتعب من براك بأقل وقت ومجهود وفلوس وتفكير وحط ايد في الحاجة؟ ازاي تكسب بأسهل وأيسر حاجة؟ أنا سامعة العالم كله جواك، العالم كله جواك، العالم كله جواك، عمالة تتردد، عمالة تتردد. ما هو انت لو من جواك بتلعب مع الناس الحلوة دي، انا سامعة ايه الناس الحلوة دي؟ لو انت بتلعب مع الناس الحلوة دي جواك، فاكر الناس الحلوة اللي هم مين؟ يا بطل نسيت اصحابك ولا ايه؟ الاتنين الحلوين دول نسيتهم ولا ايه؟ الاتنين دول لو انت بتلعب معاهم، الاتنين دول لو انت بتلعب معاهم لما لا نهاية، فانت كده بتحبهم، فهيحبوك. امال انت فكرك ايه؟ هتلعب معاهم هيلعبوا معاك، وهيخلوا الدنيا بدل ما هي كانت بتلعب بيك هتلعب معاك. ما هو اللي جواك انعكاس للي براك، فده هيخرجك ان انت بتحب نفسك قوي قوي قوي، لان هما بقوا بيحبوك قوي قوي قوي، فهتحب الدنيا، فهتعرف تحل المعادلات. طب تفتكر هي دي بس المعادلة؟ طب ما هو في ضلعين تاني للمعادلة عشان نلف ونكمل الدايرة. في معانا دول ان انت تبقى بتاكل اكل صحي، وان انت تشحن نفسك. اوكي، فاكر لما اتكلمنا عن ستيتش كده؟ هحط لكم الصورة بتاعت القراءة هنا. كنا اتكلمنا عن ستيتش ان هو قافل عليك وقافر وقامت على مشاعرك، بس ستيتش ده جه لمصلحتك. انا سامعه ان ستيتش ده اكتر واحد بيحبك في الدنيا، واكتر واحد كان نفسه ان انت تحبه في الدنيا. ستيتش انا سامعه بيعطس تشي تشي. كان جاء من كتر حبسته في وسط اوضه الفيران والقفل عليه بالضبه والمفتاح في وسط الضلمه، في وسط التراب، في وسط الفيران، جاله حساسيات كتيره قوي. عشان كده عايزك تحضنه. هو خلاص ما بقاش قادر، خلاص ما بقاش قادر يتقفل عليه اكتر من كده، لانه عرف وادرك ان القيود اللي عليه اصلا كانت وهمية، ما كانتش حقيقية. القيود اللي كانت ماسكاه ما كانتش حقيقية، كانت مغمية عينه. انت كنت مغمض عينه، كنت قافل على ايده ودراعاته، كنت قافل عليه الدنيا. بص انت كنت عامل فيه ايه؟ مربطه. بس هو خلاص ستيتش ادرك ان انت اللي قافله عليه ده مش حقيقي،
بس جاب له حساسيات. ازاي تقلب الحساسية دي؟ بان انت تفك العار عنه، تفك القمطة اللي انت قمتها على وسطك علشان ما تسمعلوش. بصوا الدنيا مغيمة ازاي. فلما تفك الربطة، تفك العار، تفك، هو خلاص هيعرف يفك القيود. هو اصلا ادرك ان القيود دي مش حقيقية، القيود دي وهمية، بس برضو محتاج ان انت تسمعه، محتاج ان انت تحس بيه، محتاج ان انت تفهمه، محتاج ان انت تحضنه، محتاج ان انت تحبه. هيجي منين؟ من حبك لكل الشخصيات اللي جواك، حبك للكائن اللطيف ده. بص هو عامل ازاي، بس هو حقيقته كده، دي حقيقته. سمع هو غلبان في الاساس، هو غلبان، انت شايفه قوي ومعافر وبيكسر، بس هو في الحقيقة غلبان قوي. انا سامعه صوته بيعيط، انت ما كنتش بتسمعلي، انت ما كنتش بتحبني، انت ليه عملت فيا كده، انت ليه قفلت عليا، انت دمرتني، قفلت على صوتي، قفلت على زوري، قفلت على ايدي، قفلت على عيني، انت ليه عملت معايا كده؟ ارجوك اسمعني، حبني، ارجوك طلعني قبل ما الفيران تسمع صوتي. انا بخاف قوي من الفيران، بخاف قوي من الضلمة، ممكن تطلعني؟ انا خلاص فقت، عرفت ان القيود دي وهمية، دي هي الفيران، هي الافكار، ده كله مش حقيقي، ده كله مش صدق، ده كله مش صدفة. دخولك للمية وان انت تعافر جواها ما كانش صدفة، علشان تسمعني وتسمع حدسك، تسمع الوشوشة اللي انا ببعتها لك من كل قلبي، لان انا اصلا بحبك، وكان نفسي احس ولو مرة واحدة، ولو دقيقة واحدة، ولو ثانية واحدة ان انت بتحبني. دلوقتي انا ابتديت احس ان انت بتحبني، لان انت بتتكلم معايا، بتحاورني، بتهودني. ما هو انا ما تنساش ان انا عيل صغير، انا يا سيدي اعتبرني عندي 5 سنين، انا فعلا عندي 5 سنين، لان من اول ال6، لا مش 7 سنين، من قبل كده هتلاقي في حاجة حصلت انا فاكرها، ابتديت انساها، او كل ما تيجي على بالي احاول انساها، لاني مرعوب ان انا افتكرها. الوقت اللي اتقتل فيه براءتي، اتقتل فيه ان انا اتسمع، اتقتل فيه ان انا ممكن اتحب زي ما انا كنت طفل عادي بطبيعتي ببراءتي، بعمل كل اللي بحبه وكل اللي يجي على بالي. اتكبلت، اتكبلت، اتفرمت، اتقفل عليا باب، اتكتم صوتي، قفلوا صوتي، قفلوا عيني، قفلوا ايدي، قفلوا رجلي، كتفوني، عملوني كده بالظبط، كأنهم كوروني، بقيت كورة مقفول عليا، كورة شراب، حطوني جوه شراب وراحوا رابطينه وقافلين عليا، وبقوا يرموه على الأرض ويلعبوا بيا، رموني للعيال يلعبوا بيا الكورة في الحارة. بس أنا مش ده، أنا ما بقتش ده، أنا 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 كل حاجة حلوة في الدنيا بطبيعتي زي ما أنا حلو زي ما أنا. انتوا كنتوا شايفين ان انا بتحرك كتير، بضحك كتير، بلعب كتير، بشد الحاجه بوقعها من على الترابيزه، اجري استكشف الكوبايه تروحوا واخدينها من ايدي، اجي العب في الميك اب بتاع ماما الاقيها شدته من ايدي وضربتني على ايدي، العب بالمونيكير واحطه على الحيطه، احطه على البوفيه، احطه على السرير، تروح جاي ضاربني، هيني بدل ما تهنني ومنزل من كرامتي، وتقول ده طفل بعلمه بأدبه عشان ما يتأذيش. هو انت فكرك ان انت كده ما أذتنيش؟ يا كبيري، يا سندي، يا ظهري،
يا عزوتي يا كل ما ليا، ما أنا كنت شايفكوا كده. بس بعد كده عرفت أنا طول الوقت بصوت وفاكر إن بابا وماما لسه موجودين، بس هي القضية إن هما مش سامعيني. عارف ليه؟ لأن أنت بابا وماما، أنت اللي مش سامعني. ممكن أرجوك أتوسل إليك، أنا بحبك، ممكن تطلعني؟ ممكن تسمعني؟ ممكن تحبني؟ ممكن تلعب معايا؟ أنا تعبت من الضلمة، تعبت من القعدة لوحدي. أنا خلاص، أنا ما بقتش هقبل إن أنا أقعد لوحدي. هتسمعني يعني هتسمعني، هتقلبني، هقلب العالم كله بتاعك، هقلب إن أنت أصلا تحب نفسك، لأني ما بقتش قادر أسكت خلاص. أنا طلع لي صوت، أنا طلع لي لا 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 ما بقاش همس، أنا طلع لي زلزال بيهز الكون. بس لو سمعت صوت همسي من الأول مش هعمل معاك كده، هخلي الدنيا معاك ستيبل ورايقة، وانت كمان مبسوط مع نفسك ومع الناس، وفي الدنيا بقى وانت ماشي يا معلم هتبقى مبسوط كده وطاير بجناحاتك. فدايما أكلني أكل صحي، ناس، علاقات، لا 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 مش كده. الأساسي مشاعر. من الآخر اسمعني، ده أكلي الصحي، عشان أنا لسه طفل صغير وقف نموي عند 4 أو 5 سنين، ما عدتش السن ده. القضية بقى ان انا كل ما اجي العب بره دلوقتي وانت كبير تكبتني، تسكتني، تهزقني، حتى لو مش بصوت، او تسيب غيرك يهزقني. ما انت ما تنساش لما حد يهزقك او يهزقني فهو بيهزقني لان انت من نفسك من جواك مش محترمني، مش محترم نفسك. انا سامعه ده بيقولك انا اسف ان انت بتسمع الكلام الصعب، الكلام التقيل ده، بس محتاج تعرفه عشان يطلع من جوه وتتحرر بقى. وانت مش عايز تلعب ولا ايه؟ تعال يلا نلعب، يلا بينا نلعب. احنا كنا هنقول ان احنا هننقلك من ستيتش تروح لده، بس انا عايزه اقولك ان انت هتلعب بالاتنين مع بعض. انت يا معلم هيكون في ايدك كل حاجه. دلوقتي هتروح لبيكاتشو. ازاي بقى تستخدم الظل ده؟ ازاي تستخدم ستيتش ده؟ ليه اتقلب؟ ليه ستيتش مقلوب؟ اعمل ده الاول، حرر المخاوف دي اللي انت مسكتها، حب نفسك، انت كده كده معاك كل حاجة، انت حلو زي ما انت، حب جسمك، حب كل حاجة حتى اللي ناقصك، حب اللي معاك الاول عشان تتقبل اللي ناقصك، لان انت اصلا مش محتاجه. انت اللي معاك ده يخليك تعمل اللي انت عايزه. عارف ايه اللي معاك؟ عيلتك، احنا، ده اللي هيخليك تحقق اللي انت عايزه. اوبا، انا سامعه، اوعى تنساهم، خليهم دايما في بالك. اوكي طيب، فهمت يا بطل؟ عايز بقى تستخدمني؟ تعالى. عايز بقى تستخدمني؟ تعالى اقولك ازاي. نيجي هنا، العب على المكشوف. دلوقتي هنلعب على المكشوف. ممكن قبل ما تلعب على المكشوف تشرب ميه. المشاعر مهمة هنا قوي، عشان انت جواك كمية نار رهيبة بتطلع. ما تخافش، النار دي في صالحك، النار دي بتدفي ما بتحرقش. النار دي في جسمك حصانك، لسانك حصانك، إن صنت صانك وإن خنت خانك وإن هنت هانك. أنا سمعت الجملة دي أول ما صحيت النهاردة، وسمعت كان معناها إيه. يا رب ذكرني يا رب. لما تعمل كده
انت دخلت هتعرف هتدخل من انهي بوابة مخاوف. هيبقى ستيتش لوحده ولا هتاخد معاه البوكيمون اللطيف ده، انا ناسيه اسمه. عارف ليه؟ لان ده كمان ريس وتحته ناس كتيرة قوي. انا العلبة دي عمالة اجيبها بقالي جبتها من فترة وحسيت ان انا محتاجة استخدمها، هبقى اتكلم عنها. تحتيه ناس كتيرة قوي. اوكي ماشي. فلما تعمل كده عارف ايه اللي هيحصل يا بطل؟ تسمع جسمك وتحرر لسانك وقلبك وجسمك، تستخدم ظلالك دي تتكلم مع الراجل الطيب ده تتحاور معاه. اوعى طاقته تطيرك، اسمعه للاخر هيهدى. فهتحس ان انت معاك كل حاجة، جسمك والمد كل حاجة بقت في صالحك من الاخر، فهتعرف تعمل ايه، فهتاخد اللي من نصيبك. ماشي طيب. لسانك حصانك إن صنت صانك وإن هنت هانك. لسانك حصانك إن صنت صانك وإن هنت هانك. يعني إيه لسانك حصانك إن صنت صانك وإن هنت هانك؟ حاجة تذكرني يا رب. اللي جواك، الإلهام اللي انت بتجيبه، انت معاك كل حاجة في الدنيا، اقطع مع القديم علشان تاخد المفيد. انت ليك في كل موقف لسان، ليك في كل موقف حدوتة، ليك في كل موقف حصان. جسمك يعني معاك أدوات تعرف تستخدمها في كل موقف، معاك كلمات تعرف من الآخر الإلهام اللي هيجيلك تعرف إن هيقولك من الآخر تعمل إيه، لأن أنت أصلا كده كده معاك كل حاجة. تقطع بقى بالقديم إن أنت ما عندكش كل حاجة، وتبص اللي عندك وتعرف إن هو كفاية وتعمل بيه. طيب ده برضو إيه علاقته بلسانك حصانك إن صنت صانك وإن هنت هانك؟ إحنا كنا بنلعب بالكروت مقلوبة، نلعب بيها على المكشوف ونبص كمان ان انت موتت القديم. عرفت ان هي مش ده كلام ده مش حقيقي اللي كنت انا بعمله زمان. اتجمد شوية واهدى شوية واعرف ان انا الضباب ده شوية وهيروح لما افكاري تتظبط واتغلب على الضباب. جاي منين؟ من دول بقى افكاري تتظبط، ما بقاش خايف، فيبقى معايا لساني وقتها، يبقى معايا لسانك. حتى تصرفك هو لسانك. لسانك حصانك إن صنت صانك وإن هنت هانك. لو انت طلعت بدري وما تجمدتش التجمد ده لحد ما تحل أفكارك ومخاوفك من جواك اللي احنا قلناه في القراءة اللي فاتت، تحلها ازاي؟ لو ما تجمدتش ووقفت عشان تحل المخاوف دي جسمك هيهينك. انا سامعه مش جسمك بس، يعني هيجيلك حاجه من الدنيا توقفك، حاجه تعطل الدنيا، تلاقي جسمك تعب ومش قادر يعمل، تلاقي جالك موقف الفلوس اللي انت محتاجها عشان تحل اللي هتساعدك في الحل، بس انت لسه ما جالكش الالهام ازاي تساعدك الفلوس دي في الحل مثلا، او الاداه دي في الحل، او الكمبيوتر ده، او مكنه الصنفره دي فلسه ما جالش الالهام ان انت تشتغل دلوقتي. او ايه الالهام اللي يجيلك تشتغل ازاي، بانهي اداه، بانهي شخص، بانهي حد يساعدك، بانهي فلوس، قد ايه، بحاجه عندك في البيئه اصلا، مش هتجيب حاجه جديده. فانت لو اتحركت قبل ما تحل المخاوف اللي جواك دي وتفك الربطه والقمطه اللي على وسطك، انا سامعه من جوه انت بتهين حد من شخصياتك اللي خايفة او مرعوبة او غضبانة وانت ما تفهمتش معاها، ما قعدتش معاهم على ترابيزة المفاوضات وحليت الموضوع يوم بعد يوم، يعني 3-4 ايام تقعد مع الحاجات اللي بيطلعوها لك دي وتتحاور معاهم وتحلها جواك. افكارك ومشاعرك يحصل ستيبل، جسمك يبقى يديلك الاشاره من جوه اللي هو انا جاهز دلوقتي ان انا اعمل الحاجه دي، بس لسه انا متجمد لان لسه ما جاليش الالهام. فيحصل حاجه فتجيب لك الالهام، يجي لك التكه، فوقتها تتحرك. دلوقتي بقى لسانك حصانك ان صنت صانك. قبل كده
كان لو ما وصلتش للمرحلة دي انهي امتحانك. ف عارف وقتها ايه اللي هيحصل؟ اهدى واشرب ميه. مش هتطفي نارك، هتهدي نارك ان انت تعمل الحاجه دي. ما هو زي ما جواك انت بتعمل براك، بيحصل فيه برضو حاجه جواك لصالحك، فاسمع جسمك. فساعتها بقى هتبقى انت adorable، يعني فظيع فظيع فظيع. انا سامعه كده حرفيا. انت ما هو بص، انت قعدت وشحنت. بصوا ايه اللي حصل لما انت قعدت وشحنت. اوبا، انا سبحان الله ما شلتش حاجه من دول، ده اللي شلت اللي تحت عشان اشوفه. انت عارف لما قعدت بص انت عمال تشحن ازاي، عمال تشحن طاقه الذهب اللي في الاسير. فلسانك حصانك ان صنت صانك وان هنت هانك، دي هي اللي هتكون لك الحاجه في الاسير اللي انت عايزها، فتنزل لك بعد كده. عارف لما تنزل لك، اول ما تنزل لك عشان ينفع تنزلها على ارض الواقع تحققها بقى، هينزل لك معاها الالهام. دي الجوهره اللي هتاخدها لما تعمل كده. بص طفله بيلعب ازاي ومبسوط ومستني عادي، انا رايق وهادي. انا سامعه كده بالظبط، انا رايق وهادي وراسي وبلعب ومبسوط، اقسم بالله ما محتاج حاجه تاني في الدنيا. فاللي هيحصل ان انت هتاخد بقى الرساله، هتجيلك الرساله والالهام، وهيبقى معاك كل حاجه، ناس، فرص، وقت، مجهود، يمشي لك العمليه. انا سامعه باسرع وقت غير ما انت متخيل، لان انت اتشحنت والطاقه حواليك اتشحنت. هيبقى كله معاك عشان يحقق لك اللي انت عايزه. هتحس ان انت في الارض الجديده الطاقه ارتفعت جدا عشان تحقق لك اللي انت عايزه. بص انت ضربت فيك الكهرباء، ضرب فيك الالهام، اتحققت بقى الحاجه اللي انت عايزها على الارض. يلا نفذ يا معلم، انت جمعت الطاقه كلها، كله معاك بقى، معاك كل مواهبك اللي تساعدك كمان. بص الالهام بيجيب لك قد ايه لو سكت وتجمدت، هتعرف تحقق الحاجه دي. هتعمل شفت بقى الطاقه الكريستاليه، هتستخدم الظل ده وهتعدي الناحيه التانية وتحقق الحاجه دي من الاخر. يا نهار ابيض. فلسانك حصنك ان صنت صانك وان خنت خانك. عملوها اغنيه، انا سامعها اغنيه. طيب الاغاني مهمه الفتره دي. اوكي، خد بالك من اللي انت بتسمعه في شكل نغمات. اغنيه انت عارفها او مش عارفها، بيبقى عارف مين اللي بيكلمك، بيبقى ده. اول ما بيتفقوا بتلاقي الاغنيه حلوه روشه، فيها حركه، فيها ضحك، فيها، دول لما بيتفقوا. لما بيبقوا متخانقين او انت ما بتسمع لهمش، بتسمعش لده، فما سمعتلوش وهوته، فما حطش الكلام على ترابيزه المفاوضات، فاتفقوا، فايه اللي يحصل؟ تسمع اغاني بقى نكد، تسمع بقى اغاني فيها حرقه وفيها الم وفيها صهد وفيها غل وفيها حقد وفيها دمار وفيها دشمله. انا سامعه دشمله، الارض بتتدشمل حواليك. فلما يتفقوا هتبقى مبسوط، هتسمع اغاني مبسوطه، اغاني نجاح، اغاني شهره، اغاني حب. فكل ده على فكره موجه لنفسك. فاهو ده هتبقى مبسوط برغم الدنيا اللي بتحصل حواليك وفيها حريقه. جسمك مبسوط، جسمك قوي، انت عارف انت بتعمل ايه. وقتها لسانك معاك، جسمك معاك، الدنيا كلها معاك، والناس هتبقى معاك عشان تحقق اللي انت عايزه. الناس هتبقى معاك عشان تحقق. بص انت واقف من غير ما هم يعرفوا ان انت القائد، انت فوق، انت معاك المواهب كلها، وبتقول لهم ايه؟ انا عايز اعمل كذا، يلا يا جماعه حققوا. فعارف بقى ده كله هيعمل معاك ايه؟ هيقلب لك دي كده، وتبقى بتلعب ومبسوط واخر انبساط وانشكاح وروقان، لان انت بقيت تحب عيلتك اللي تحت، بقيت تحب عيلتك اللي تحت. في حاجة نقولها كرسالة أخيرة، حاجة نقولها كرسالة أخيرة. كونان ستيتش، تحول لمين؟
للبوكيمون اللطيف ده اللي انا بنسى اسمه عشان في ناس كتيرة قوي تحت رجله يعملوا اللي هم عايزه. يا نهار ابيض على الجمال. اوكي، هتتحرر لان انت بقيت تحفظ طاقتك، يعني هتتحرر لان انت بقيت تقعد وتسكن وتحفظ طاقتك. التالتة دي عايز تطلع، وبقيت تعرف تقول ايه وامتى وازاي، وهي كلمة واحدة. انت هتقول كلمة واحدة، كل اللي انت عايزه هيحصل يا معلم، كل اللي انت عايزه هيحصل يا معلم. وبس. انا عارفين الحركة بتاعت ميسي؟ بقالي كام يوم بشوف اطفال بتعملها. انا شفت دلوقتي الحركة بتاعت ميسي وهو بيعملها، اللي هو مش عارفه بيقول ايه، حاجه بيقولها كده وبيعمل ايده لورا كده، اللي هو اول ما بيدخل جون. دي حركه ميسي المشهوره. كريستيانو مش ميسي، كريستيانو مش ميسي. طب كريستيانو هنا، ميسي هنا. في عمليه التحول قبليها انت ما كنتش لعيب اصلا، لا كريستيانو ولا ميسي، انت كنت بتقعد على الدكه وانت فاكر ان انت القائد والمدرب بتاع الملعب. انت هنا بقى كريستيانو. اوكي، دي عايز تطلع المخاوف. بقيت تحفظ طاقتك وما بقيتش تخاف، بس كده. قولوا لي بقى تحت، هو انت الفتره دي انت عطشان قوي وروحك رايحه فعلا لميه ساقعه متلجه، او بتاكل تلج؟ بص على الكالسيوم والعظم، معرفش يعني ممكن تبقى رساله للكل او للبعض، بس الجذر كان بياكل احنا قلنا بيسخن وبياكل في الفيتامينات والمعادن. لو عايز تبص او الدكتور نصحك او عايز تروح لدكتور تغذيه جت على بالك، فدي رساله منهم، روح لدكتور تغذيه علشان ده اللي هيساعدك تشيل الوهم. الفيتامينات والمعادن اللي ناقصاك دي لو انت كملتها هتساعدك قوي ان انت تهدى وتقعد في الحاله بتاعه التجمد، وما تخافش من ان انت ما بتعملش رد فعل. هتعرف تغني بعديها، بعد ما تاخد الفيتامينات والمعادن والحاجات اللي ناقصاك في جسمك. اسمع جسمك بيقولك حاجه، بيقولك ارجوك ساعدني ان احنا نعدي الاوهام والخوف ده، ارجوك ساعدني ان انا اعرف باللي ربنا بعتهولي ده اخلق حاجه، يعني ربنا يساعدني ان هو يوجد ويخلق حاجه جديده في العالم بتاعي. ارجوك ساعدني، ارجوك ساعدني ان انا اقف واعرف اهدى وسط الكورتيزون عندك عالي، حتى لو مش في التحاليل عندك الاعراض، نتيجة المخاوف اللي انت على طول انت كنت الباراسمبثاوي مش شغال كويس، فده كان بيحرق لك الفيتامينات والمعادن وبيدخلك في عملية كورتيزون وتقليل حرقه. انا سامع حتى لو انت خاسس من بره اعضائك الداخلية ممكن يكون عليها دهون. بص هو ده انا مش دكتورة، بس انا سامعة اللي انا بقوله، فممكن تروح لحد. كل حاجة جسدية ليها اساس، دور عليه، هتاخد كل حاجة انت عايزها بعد كده. هتحفظ طاقتك، جسمك هيبقى معاك، فلوسك معاك، انبساطك معاك، حبك لنفسك معاك، حبك للحياة تبقى معاك الارض كلها. انا سامعة الطوب والارض، الخضرة والرملة والطوب والزلط وكل كل حاجة في الدنيا هتبقى معاك بتساعدك. يعني انت فاكر ان الادوات معاك بس اللي تساعدك؟ اللابتوب عندك، موبايل عندك، صاحب يساعدك، اخوك يساعد، حتى الطوب يقدر يساعدك. أقل حاجات موجودة حواليك في البيئة، اعتبر نفسك رجل الكهف أو ست الكهف، الشاطرة اللي بتغزل برجل. أوكي، من الآخر بالحاجات اللي موجودة حواليك في الدنيا تقدر تعمل أحسن حاجة في الدنيا. أنت معاك كل حاجة، أنت ليه مضيقها على نفسك؟ أنت تقدر تجيب الدنيا لحد عندك تحت رجليك. والسؤال بقى هو انت طمني عليك، انت حاسس ان انت تعبان؟ هل فعلا حسيت ان في صوت جواك بيوديك ان انت تروح لدكتور تغذية او حاجة زي كده؟ اولا الف سلام عليك. تاني حاجة، هل انت روحك رايحة ان انت تشرب مية كتير قوي ومية ساقعة متلجة وتاكل تلج؟ ده عشان النار اللي جواك.
وافتكر دايما ان انت السعادة، وان انت معاك كل حاجة تقدر تحققها. بس واشوفكم بقى ايه الفيديو اللي جاي. كان معاكم آلاء سرور، وقراءة تارو جديدة بوعي ان انت تحب نفسك بوعي. بس واشوفكم بقى القراءة او الفيديو اللي جاي. اشوفكم تحت الاول في الكومنتات، وقولوا لي رأيكم وطمنوني عليكم. يلا باي باي، سلام، هدوء رهيب.